مرحبا صبايا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي جي تشانل. بهذا الفيديو رح أحكي فيه عن روتيني اليومي للعناية بالبشرة. طبعا رح أحكي فيه عن روتين المسائي، كيف أهتم ببشرتي كل يوم قبل ما أنام. طبعا ما حيكون كتير شغلات كتيرة يعني، بس حهتم بكل شي، ما حترك شي. اللي حابة تشوف الفيديو تكمل الفيديو للأخير. أول شي طبعا رح أحط كريم للشعر. هذا من بانتين. هلا هذا ما كتير انه ما بيساوي يعني، ما حقلكن انه والله بنعم الشعر او بيعمل هدول الشغلات. لا، انا بحطه لانه ريحته كتير حلوة قبل ما تنامي، وبتفيق الصبح شوي ريحته شوي، شعرك ناعم شوي يعني، ماله منكوش كتير بيكون الصبح. فكتير كتير بحب ادهنه كل يوم المساء، تحسي حالك كأنه هلا متحممة. هلا حرفع شعراتي عن وشي لحتى اعمل بالكلينزر. هلا الكلينزر اللي حاستخدمه هو من نتروجينا. آه هذا اللي هلا حتشوفوه. هو مليان فيه سيليسيك اسيد، يعني فيه نسبة كتير عالية من السيليسيك اسيد، فما بستخدمه كل يوم. اول شي بحب بوشي شوي بالمي، رح استخدمه بالفرشاية اللي شفتوها، رح اساوي وشي فيها. كمان هاي الفرشاية تقريبا مو كل يوم بساوي فيها، بس انا كتير بحبها هاي الفرشاية لانه بتفوت لقلب المسامات. يعني اول شي بحب ادهن الكريم الغسول على وشي، بعدين بساوي بالفرشاية بلا بالمي شوي، بعدين بساوي فيها. طبعا بحاول ساوي كل وشي بهاي الفرشاية عشان يفوت الصابون لكل المسام تبع وشي. هلا رح نشف وشي، وهي الملاحظة على فكرة حكيتها من قبل بالروتين الصباحي، وحكيتها كتير على سناب شات، انه لا، حاولوا تكون عندكم منشفة او بشكير صغير لوشكم بس يعني، وما تمسحوا فيه ايديكم ولا هذا، بس بعد ما تغسلوا وشكم بالكلينزر تنشفوا وشكم فيه. هلا بعد ما نشفت وشي حاستخدم التونر، هيك بحب بخه على وشي. في عالم بتحب تستخدمه بقطنه، بس انا بحبه هيك على بخه ونشفه. هذا التونر انا حكيت عنه بفيديو كامل، ححط لكم اياه تحت بالدسكربشن بوكس اللي لسه هلا ما بيعرف ليش نستخدم التونر او شو هذا التونر اللي انا استخدمته. هلا حاستخدم كريم ليلي، هو من نتروجينا، هو مكتوب عليه ديب مويسترايزر نايت كريم. نايت كريم. بس يعني انه حلو فيه انه البشرة بتغبه فورا، يعني ما بتحسي على وشك فيه زيت. طبعا هذا بعد ما تنشفوا وشكم شوي من التونر، انا بحب هوي على وشي عشان ينشف المي تبعت التونر، بحط الكريم. واهم شي ما حاولوا ما تنسوا رقبتكم ولا ورا اذنكم، لانه هدول الاماكن كتير كتير نحن بننساهم. هلا طبعا اكيد ما بننسى نستخدم الاي كريم. هذا الاي كريم كتير سهل وكتير حلو، يعني هو مكتوب عليه انه wakes up the skin، يعني هو بنشط البشرة اللي تحت العين. هلا انا مثلا ما عندي سواد مثلا او خطوط، هذا كتير منيح وكتير بسيط، يعني ماله كتير كتير تقيل. هلا حاستخدم لرموشي وحواجبي. طبعا هاي كل يوم انا بساويها. هذا الفيديو كمان سويت كيف سويت الطريقة، سويته فيديو كامل اذا بتحبوا تشوفوه، وحكيت طبعا عن اكثر من شغلة بتقدروا تستخدموها لرموشكم وحواجبكم. وعن جد هاي كتير كتير يعني كتير منيحة هاي الطريقة اللي أنا عم بستخدمها، لأنه بصراحة أنا استخدمت زيت الخروع وما ناسبني، هاي الطريقة كتير حلوة. هي فيها ألوفيرا، جل الصبار، وزيت خروع، وفيتامين إي. هلا اكيد بعد ما نخلص من العيون والرموش ما بننسى نحط المويسترايزر تبعتهم. هي من فازلين، انا كتير بحبها لهي يعني. طبعا مو ضروري تجيبوا نفس الشغله هي اللي انا عم بستخدمها، فيكم تجيبوا اي وحده انتم بترتاحوا فيها، بس انا بحبها هي لانه عن جد بتعطي لون زهر للشفايف، يعني كتير حلو بيطلع. هلا اكيد ما بننسى ايدينا، رح احط على ايدي الكريم. انا هذا الفازلين كتير كمان بحبه لانه ريحته كتير هيك مريحة، واذا طبعا تشتغلي بالبيت او هيك كتير كتير بنعم الايدين. هو مكتوب عليه سيرم هيلينج يعني. آه، السيرم كتير قوي، السيرم بيكون فيه بقلبه. صراحة استخدمه، انا بستخدمه على ايدي وعلى جسمي شوي قبل ما انام، يعني الاماكن اللي بقدر احط عليها. هلا هي ريحة للجسم من فيكتوريا سيكريت، كمان كثير بحب احط ريحة قبل ما انام. مو ضروري تحط، هلا هي مو بارفان، هي بيكون بادي سبراي. كمان كل شي استخدمته حطيكم اياه تحت. اخر شي حاحكيكم اياه هو هذا الفيتامين. هذا الفيتامين كثير كثير منيح للبشرة والشعر والاظافير. صراحة انا لاحظت فرق بشعري كثير بعد ما وقفته. باخذ منه كل يوم 3 حبات.
هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، وعن جد حاولوا تهتموا بحالكم شوي قبل ما تناموا. لا تنسوا تتابعوني على السناب شات وعلى الانستغرام وتعملوا سبسكرايب للقناة بليز. بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي.